ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في البسكوت القمر ده؟ بجد شوية بسكوت من الاخر، ناعم وبيدوب في البق. بسكوت صيامي من غير بيض ولا لبن ولا زبدة. يعني بجد محدش ابدا هيدوقه ويصدق انه من غير بيض ولا زبدة ولا لبن. شايفين شكل البسكوتة عاملة ازاي؟ بجد حاجة شيك قوي. تعملوه كده في وقت الصيام، ممكن تعملوه كمان في مخبوزات العيد، في اي وقت كده. شكله حلو قوي وشيك قوي في التقديم. طعمه كمان حلو، ناعم وبيدوب في البق. مكوناته كمان سهلة وبسيطة، وطريقة تشكيل سهلة كمان جدا جدا. يلا بقى حطوا لايك للبسكوت الحلو ده، وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا كوباية من السكر البودرة، كوباية سمنة، وكوباية إلا ربع، نص ربع سمنة ونص زيت، يعني كوباية إلا ربع. يعني هنا إجمالي المادة الدهنية كوبايتين إلا ربع. هقول المقادير تاني وأنا شغالة. هنا الكوباية دي نصها زيت وربع سمنة، ودي كوباية سمنة، يبقى كده كوباية وربع سمنة ونص زيت. السمنة بتديني هنا نعومة وذوبان، والزيت بيديني قرمشة. ودي كوباية سكر، وحطيت عليهم رشة فانيليا. وهنا الدقيق معايا نص كيلو، 4 كوبايات. انا بوريكم الكوباية دي لوحدها، واللي في الطبق هنا 3 كوبايات، عشان الاول هحط ال3 كوبايات، والكوباية الرابعة هضيفها تدريجي لغاية ما اشوف البسكوت معانا هياخد قد ايه. تمام. هنا بقى على الدقيق حطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وقلبتهم فيه، والدقيق طبعا منخول، وهركنهم كده جنبي عشان يكونوا جاهزين. هنا بقى هخلط السمنة والزيت مع السكر كويس قوي، عشان لو في اي كتل في السمنة كده عايزة افكها. ممكن تستعملي المضرب يدوي او مضرب بالكهرباء او بايديكي كده. انا صراحة بحب اعمل المعجنات والمخبوزات كده بايديا. هضربهم كده شوية كويسين لغاية ما يكون قوامهم كده كريمي ولونهم كده يفتح. بعد كده نزلت بال3 كوبايات دقيق كده مرة واحدة، وهبدأ أخلط. خدوا بالكم من طريقة الخلط، لأن البسكوتات مش بتتعجن عشان ما تنشفش منك. أنا بلم كده لم في العجينة. بعد كده الكوباية الرابعة حطيت كده نصها، والنص التاني بقى هنزل بيه كده واحدة واحدة، معلقة معلقة، لغاية العجينة ما تلم معايا، عشان ممكن العجينة ما تاخدهاش كلها وينشف معايا ويفرول. طيب لو انت بقى هتعمليه في مخبوزات العيد او هتعمليه فطاري مش وقت الصيام، تضيفي بيضة في الأول مع البيض والسكر. البيضة هنا هتلم معانا العجينة كويس، وهتاخد معاكي النص كيلو دقيق كله كامل، اللي هو ال4 كوبايات. أنا هنا من ال4 كوبايات سبت حوالي معلقتين أو 3 من الكوباية الرابعة، يعني حطيت ال3 كوبايات كاملين، واتبقى معايا من الكوباية الرابعة حوالي 3 معالق كده. العجينة لمت معايا، كورتها بإيدي مظبوطة عشان ما تنشفش منك وتفرول. فانت هتضيفي كده واحدة واحدة. ده كده بيبقى شكل كده العجينة، ما يكونش فيها عرق كده ولا بتمط، عشان احنا مش بنعجنها كتير. لميتها بقى كده، وهغطيها بكيس واغسل ايديا وهشتغل فيها على طول. قوام العجينة بيكون لينة كده، متوسطة، مش طرية قوي سايحة ولا ناشفة. لو ناشفة هتبقى مفرولة معاكي ومش هتتشكل معاكي بسهولة. بعد كده الصواني اللي هشتغل فيها مش مدهونة اي حاجة خالص. باخد كده قطعة من العجينة صغيرة، وببرمها كده هو بين ايديا، وبعملها كور قد البلية بالظبط، ما تكبرهاش عن كده، عشان احنا هنشكلهم كل 3 كور كده جنب بعض بالشكل ده. زي ما انتوا شايفينه العجينة حلوة معايا، وبتتلم معايا كده بسهولة، وتشكيلها بيبقى يعني ممتع كده، وبيبقى في شكلها حلو كده في الاخر. هنا بقى باخد كل 3 كور كده وبرصهم كده جنب بعض، يعني ما تلزقهمش، هما ترصيهم بس كده جنب بعض، وهو لما بيرتاح شوية في الفرن بتلاقيهم لزقوا في بعض. فاحنا هنرصهم كده، بس هنسيب مسافة بين كل مجموعة والتانية، بين كل بسكوتة كده والتانية نسيب مسافة، عشان طبعا البسكوت بيريح معانا شوية في الفرن. وبرصهم كده بالتلاتة كده جنب بعض. الشكل ده حلو قوي وشيك قوي وسهل كمان، هو مش محتاج بقى قطعات ولا طابع ولا اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين كده هخلص كل الكمية بنفس النظام، بس ما تكبروش حجم الكور عن كده، عشان البسكوتة ما تبقاش كبيرة قوي، لانه على ما بيرتاح في الفرن ما تبقاش كبيرة قوي وشكلها يعني كده مش حلو معانا. بالشكل ده زي ما شفتوه كده. في الوقت ده مولعة الفرن يسخن، والصينية اللي هخلصها تشكيل هروح محطاها في الفرن على طول على الشبكة في النص،
مولعة من تحت بس. بعد الفرن ما بتسخن معايا بهدي النار شوية، مش بولع الشواية، هو بياخد لون ذهبي كده بسيط، يعني زي خبيز البيتيفور كده، البسكوت بتاع العيد. يعني البسكوت كمان احنا بنديله لون ذهبي غامق، هو ده مش بياخد معانا لون ذهبي. لو استوى لقيتيه من فوق ابيض قوي، ممكن تولعي الشواية وتوطيها شوية وتلف الصينية كل شوية، بياخد لون ذهبي فاتح خالص، يعني ما تغمقوهوش، بيبقى خبيزه زي البيتيفور كده وزي الغريب. بعد ما بيخرج من الفرن بالشكل ده القمر ده زي ما انتوا شايفين كده، ما تجيش بقى جنبه خالص وهو سخن، تسيبيه في الصواني كده زي ما هو لغاية ما يبرد تماما. بعد كده هنبدأ بقى نحركه، ممكن تسيبيه زي ما هو كده، ممكن نزينه بقى بالشوكولاتة، دي شوكولاتة بقى خام صيامي. لو فطاري او في مخبوزات العيد هنستخدم اي شوكولاتة عادي باللبن، بس تكون خام يعني بتنشف. وهنشكله بقى زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما برد الشوكولاته دي مسيحاها على حمام مائي، وحاطه فيها حوالي 3 معالق زيت او 4 عشان تديني لمعه كده في البسكوت. بعد كده بنزل البسكوته كده وبقلبها بالشوكه وبصفي كده الزياده، واخرجها كده على ورق او على صينيه. ممكن كمان هوريكم طريقة تشكيل تانية لو مش حابين تسقطوها كلها كده في الشوكولاتة. هنغطس بس الوش كده من فوق، يعني ندي طبقة كده بس من فوق شوكولاتة زي كده، يعني تبقى كده البسكوتة وهنا على الوش كده الشوكولاتة بالشكل ده. يعني كمان لو حابين تشكلوا او عشان ما ياخدش معاكم يعني شوكولاتة كتير. في طريقة كمان هوريها لكم دلوقتي، ان احنا ممكن نشرشر عليه كده شوكولاتة بالمعلقة، يعني زي الشكل اللي شفتوه كده في اول الفيديو كده بالمعلقة كده، وبنشرشر برضو كده عليه. بجد يعني كلهم احلى من بعض، ده كمان اللي من غير شوكولاتة برضو بيبقى حلو قوي مقرمش كده وحلو. بعد ما بردت معايا بقى حطيت كده شوية شوكولاتة في كيس كده حلواني، خرمته حتة صغيرة وبشرشر بقى كده عليها عشان تديني بقى الشكل الحلو ده. وبسيبه بقى زي ما هو كده لغاية ما ينشف. وبعد كده تحتفظي بيه بقى في علبة بغطا محكمة كده عشان ما يرطبش منك. وممكن اللي هو بالشوكولاتة بس ده تحطيه في التلاجة، بيبقى ساقع بقى والشوكولاتة تسقع وتجمد كده فيه، وبيكون حلو قوي. ده كمان تحفة، يعني اللي مشرشر كده عليه بالشوكولاتة برضو حلو قوي للناس اللي مش بتحب الشوكليت كتير، فالتاني ده هيبقى حلو بالنسبة لها. شايفين بقى الجمال والحلاوة والشياكة، ده غير ان هو ناعم وبيدوب كده في البق. بجد اي حد هيدوقه مش هيصدق ابدا ان هو صيام. شايفين بقى شكل البسكوتة عامل ازاي؟ شكلها بجد شيك قوي، تنفع معاكم كده في وقت الصيام وتنفع معاكم كمان في مخبوزات العيد. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، يا ريت تلتزموا بيها، هيطلع معاكم ناجح جدا. ما تنسوش بقى اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.